نادي إونيون برلين الفريق اللي ينتمي له الدولي التونسي راني خضيرة يعمل خطوة ما صارتش قبل في أوروبا. لأول مرة في الدوريات الخمسة الكبرى امرأة تشد تدريب فريق رجال في أعلى مستوى. الحكاية بدأت بعد خسارة موجعة قدام هيدنهايم. الإدارة قررت تتحرك بسرعة، إقالة المدرب ستيفان باومغارت، والتعويض قرار جريء برشا. ماري لويز إيتا 34 سنة تدخل مباشرة في نار البوندسليغا. أول تصريح منها كان واضح، قالت ما فما حتى شيء مضمون، البقاء مازال في الميزان ولازم نقاتلوا للنقطة الأخرى. ورغم أنه الفريق في وسط الترتيب، الحقيقة أخطر، الفوارق صغيرة وأي تعثر ينجم يهبط الفريق المناطق الأخطر. إيتا ما جاتش من فراغ، دربت منتخبات ألمانيا للصغار، أما اليوم قدامها أكبر اختبار في حياتها، يا تنجح وتكتب اسمها بالذهب يا الضغط يكون أقوى منها. اللي يصير اليوم مش مجرد تغيير مدرب، هذا كسر الحاجز التاريخي في عالم الكرة. السؤال لكم انتوما، هل تنجح ماري لويز إيتا في إنقاذ فريق راني خضيرة ولا التجربة باش تكون مجرد مغامرة قصيرة؟ اكتبوا لنا رأيكم.